يلا جاهز للسؤال اللي بعده؟ يلا بينا. موافق ولا كاونتر اتاك؟ النادي الاهلي ما كانش عنده حق في التصعيد بعد اللي حصل في مباراه سيراميكا، وبكل بساطه لان الفريق ما قدمش المستوى الفني اللي يشفع له في الملعب الموسم ده. لا موافق، بس في نقطة. قول لي. النادي الأهلي عنده كل الحق إن هو يشوف إنه بيتعرض لظلم أو بيتعرض لخطأ تحكيمي. ماشي. ما عنديش أي مشكلة في النقطة دي. كل نادي من حقه إن هو يشوف إن هو تعرض لمظلمة. حلو. بس هل ده معناه إن أنا دلوقتي كالنادي الأهلي وكيان النادي الأهلي إن أنا عشان حصل قدامي خطأ تحكيمي في ماتش أنا ما كنتش أصلا الطرف الأفضل فيه وما كنتش مأدي بشكل جيد، إن أنا أصعد الموضوع وأوصله للمرحلة دي، بالنسبة لي دي نقطة سلبية. لأن ده معناه إن أي نادي في الدوري دلوقتي لو حصل ضده خطأ أو حصل ضده قرار ظالم أيا كان المسمى، هيروح بعد كده اتحاد الكرة عشان يسمع التسجيلات أو كان يبقى مش هنخلص. حصل. يبقى كل نادي دلوقتي هيتعرض لظلم، وبعدين الموضوع نسبي. يعني ممكن نادي يشوف ان هو اتظلم، النادي التاني يشوف ان الموضوع مش ظلم اصلا، ان ده قرار عادي. قصدك ان القرارات التحكيميه ممكن تبقى نسبيه؟ بالظبط كده. انا لو مكان جمهور النادي الاهلي في لقطه زي دي في ماتش سيراميكا هبقى متعصب، وهبقى شايف ان الكرة بلانتي لحد ما اتابع او اقرا نص القانون. انت شفتها ايه طيب؟ انا وانا بتفرج لايف قلت ضربة جزاء. ماشي. بس لما بترجع انت بقى بعد ما، يعني انت كمشجع غير كمسؤول، حكم المباراة استند على قانون. نص القانون بيقول ايه؟ ان هو الراجل كان بيحاول يتفادى لمس الكرة بايده. ماشي. الكرة لما خبطت في ايده كبرت الجسم، لكن ايده كانت في جسمه. فبالتالي الكرة بنص القانون بيقول ان هي مش ضربة جزاء.